السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد في قناة يوميات ماما ويوسف. انا هعمل قرمشات برضو حلوة قوي قوي قوي، هنعملها مع بعض. نشوف هنعملها ازاي في الجو ده، لاني برضو انا من الشخصيات اللي بحب الحاجة السخنة وجنبها اي حاجة، بسكوت، قرص، اي حاجة. فقلت اعملها ايه معاكم، كده كده كنت هعمل وقلت اعملها معاكم. يلا بينا نبدأ. نصلي على سيدنا محمد، متنسوش الاشتراك في القناة ونبدأ. اول حاجة هنا في كوبايتين دقيق. تمام. هنا كوبايتين دقيق وكان يعني فايض ربع كوباية كده حطيتها كمان. هحط هنا سمسم عليها كده اهو، وهحط معلقتين نشا، وهحط معلقتين سكر بودرة، ذرة ملح، خميرة، كيس خميرة فورية، ومعلقة بيكنج باودر صغير بس. تمام. هنقلب بقى ايه كل الحاجات الحلوة دي اللي هي المكونات الجافة كلها مع بعض بالمنظر ده كده. كده جميل. تمام. نعمل ايه بقى؟ بس ألم الحاجة دي هنا كده. هنا معايا كوباية سمنة على زيت بالشكل ده كده. انا بصراحة حطيتها كده، ما المفروض هي كوباية الا ربع او كوباية، بس انا ما شفتهاش، بس متهيألي هي احنا هنحتاج كمان. ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنة بس، اللي يريحك بقى. انا معايا كيس سمنة كمان اهوت، هحطه كمان اهو، لان انا حاسة ان هي هتبقى محتاجة. فانا هحط ايه حتة كده واشوف، لان المفروض ان انا اغلف العجينة كلها بالسمنة كأني بعمل كحك كده. اهو بصوا كده. جميل قوي ريحة المخبوزات في البيت، وخصوصا في الشتاء اما بتولعي الفرن البيت بيدفى وتلاقي الريحة طالعة كده، حاجة جميلة. الأجواء الشتوية دي يا جماعة حلوة قوي قوي قوي، أنا بحبها قوي اهو. خصوصا النهاردة كانت الدنيا بتمطر، كان الجو ساقع أو مازال الجو ساقع. شوفوا بغلف كله بالسمنة بتاعتي اهو. عاوزة بس ايه اخد الحتة دي كده واقفل الكيس عشان ما بوظوش. عندك برضو حتة سمنة بلدي، الله تبقى تحفة بقى. مقولكيش بقى، السمنة البلدي اصلا بتخش في اي معجنات او اي حاجة بتوديها في حتة تانية. اتأكد بس ان هي السمنة، انا حاطة سمنة على زيت. عاوزة انت بتحطي سمنة بس، عاوزة تحطي زيت بس براحتك، حتى تحطي زبدة برضو براحتك اهو. شوفوا كله بس اهو. هعمل ايه بقى؟ عندي مية دافية، هحط مية دافية واحدة واحدة، مش هدلقها مرة واحدة، لا كده والم. ومش هقول لكم مقدار المية لان زي ما احنا قلنا تبع ما العجينة تلم معايا والاقيها لينة وعارفة اشكلها.
سنة وانتم طيبين، ويا ريت نكتر من الدعاء في رجب. الدعاء في رجب جميل جدا، وربنا يستجيب مننا كلنا يا رب ان شاء الله. عشان انا بلم بس مش بعجن، تلم العجينة كده. انا عاوزة بس ايه، احط الفوطة دي تحت الطبق عشان ما يعملش صوت ويتحرك طول ما انا بشتغل. كده احط كمان يعني بق كده اهو، والم. الله كده. شوف بس هي عاوزة شوية كمان اهو، شوفوا هتعوز شوية مية، يعني معلقة شوفوا اهي، بس اعتقد معلقة دي بس هتلم بقى مني اهي، بس كده. الله اهي بقت طرية وناعمة في ايدي خالص اهي. شوفوا فاضية، نضفت اللي حواليها اهي. الله، لو انا خدتها كده شوف تشكل معايا ازاي اهي. تمام، انا بقى هسيبها ترتاح شوية ونرجع نشوف هنعمل معاها ايه. تمام، يلا بينا. رجعنا اهوت، هاخد بقى ايه، هاخد كده جزء من العجينة في المنظر ده كده. تمام، هسيبها ارتاحت شوية وهعمل كده. هاجي هنا كده بالنشابة واعمل كده، افردها زي مستطيل كده. تمام، هي المفروض كانت تسيبها ترتاح كمان شوية، بس انا ايه عشان بقى الفيديو ووقته قلت ايه اعمل. ده يا جماعة منين، او لو بتسموه مقرمشات او منين او كده مش عارفة بقى، تبع البلد اللي هي ايه، طبعا انتوا بتقولوا عليه ايه مش عارفة، بس هو ده اسمه منين. انا من اول الفيديو قاعدة عمالة محتارة في الاسم. الاسم كان على بالي يعني يا جماعة، بعمل حاجة وناسية اسمها. اهي المفروض بقى انا معايا القطعة بتاعت البيتزا، هشيل كده، هشيل الحتة دي كده، هشيل الحتة دي برضو كده، الزيادات دي هشيلها. بس كده كده هنزل بقى. عايزة تقطعي كده ماشي، عايزة تقطعي بالطول كده ماشي، بس انا هقطع كده على ايه كده. تمام، برضه عايزة رفيع ماشي، عايزة تعملي تخين ماشي. اهو بالمنظر ده كده. هاخد بقى الواحدة دي كده، هظبطها هنا كده.
بقى جنبي في القارب اهو، في القارب. التانية العجينة على فكرة طرية وحلوة قوي اهي. اظبطها كده وهاجي كده بالسكينة ماشي، بدي ماشي. بكتسب معاكم على فكرة خبرات، يعني انا مش الاستاذة الضليعة قوي اللي هو بعمل، لا، انا كل ما بعرف حاجة تكون مفيدة او تكون حاجة او احب اعمل حاجة بحب اعملها معاكم. في كتير هتلاقيكم عارفها وفي اللي ما يبقاش عارفها، فبحب ان انا اشارككم حتى سواء الحاجة دي سهلة وممكن تتعمل عادي او انها صعبة، او حاجة مش معروفة. يعني أنا عارضة حاجات في القناة عن البرد، عن عرض أدعية، عرض حاجات معينة. هو كل الغرض الإفادة إن إحنا بنفيد بعض، زي ما أنا قلتها قبل كده كذا مرة. الغرض يا ريت كل واحد أو واحدة أنشأت قناة تبقى فيها إفادة عشان نتواصل مع بعض ويبقى في إفادة لنا كلنا. ودي بتبقى حاجة حلوة أوي. على فكرة أنا ممكن أسيب دي كده كاملة لو أنا حابة أسيبها. عاوزة تقسميها اقسميها، أنا حابة أسيبها هنا كده، هسيبها هنا. دي بقى عاوزة تظبيط شوية. كده لسه فيها. شوفوا المنظر اهي. انا ببقى مسخنه الفرن، بيبقى درجه الحراره عاليه وبقوم ايه مدخلاه. هكمل الباقي بقى كله واوريكم في الاخر المنظر عامل ازاي. يلا بينا. المنين طلع اهو من الفرن، شوفوا شو الجمال اهو، تحفه 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 اهو. عاوزه اقول لكم ان انا شغلت من تحت، ولما لقيته من تحت استوى اضطريت اشغل الشوايه. لو انت الفرن بتاعك بقى لقيتيه اتحمر من فوق ومن تحت فمفيش مشكله، انما لو لقيتيه اتحمر من تحت ممكن تشغلي عليه الشوايه. تمام اهو. جميل على فكره قوي، طعمه تحفه اهو، حاجه تحفه بجد. شوفوا شوفوا من جوه مستوي وجميل ازاي اهو، حاجه جميله قوي. ومن دول كوبايتين دقيق، وفي لسه في الفرن، يعني لسه في الفرن كمان صاج صغير. تمام. فكوبايتين دقيق عملوا كمية حلوة مش وحشة. لان انا كمان في حاجات انا مكبراه، يعني عاوزة بقى تصغري عن كده صغري، عاوزة تكبري براحتك. التشكيل ده بقى ايه براحتك فيه. جميل وسريع ومخدش وقت. ربنا يملى بيوتنا كلها خير وبركة يا رب. ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد من يوميات ماما ويوسف. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.